خلوني أقول لحضراتكم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة تلقى اتصال هاتفي من وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، ويعني تناول هذا الاتصال التقدم اللي تم إحرازه بشأن إنجاح خارطة المستقبل ورفع حظر التجول وإمكانية إلغاء حالة الطوارئ. وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الاتصال تطرق أيضا إلى الوضع في سيناء، وأكد الجانبين المصري والأمريكي خلال هذا الاتصال على أهمية استمرار العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ومواصلة التشاور فيما بينهما. أنا هنا مش هعلق كتير، بس هفكر حضراتكم بالعناوين المهمة اللي كانت في صحف القاهرة بالأمس، واللي تحدثت عن الوقفة الحادة والمختلفة في اللغة والمحتوى اللي شهدها الكونجرس الأمريكي من رموز جمهورية عديدة رفضت الأداء الذي تقدم عليه الإدارة الأمريكية، متمثلة فيما تعلنه المتحدثة باسم الخارجية أو الرئيس أوباما شخصيا.